عليكم، ازيكم يا بنات يا حلوين يا امارات، يا اللي دايما بتحبوا التجديد وبتحبوا التغيير وبتستنوا كل فيديو عشان تشوفوا كل جديد. النهارده بما ان الترند اليومين دول كله، مفيش حد في السوشيال ميديا مش بيتكلم عن ان الذهب وصل ل 3800 جنيه. طبعا كلكم استغربتوا، ولو ان دلوقتي مفيش اي حاجة بنستغربها بعد ارتفاع الاسعار في كل حاجة. فانا حبيت ادردش معاكم شوية كده. شايفين الاكسسوارات دي اهي؟ دي اكسسوارات عادية خالص. كلكم طبعا بتجيبوها، ما هياش بأسعار غالية ولا حاجة. وبصراحة شكلها أشيك كمان من الذهب، يعني مش بس ان هي مش غالية، لا هي كمان أرخص من الذهب بكتير وأشيك. وحتى في ناس ما بتعرفش تفرق أساسا ما بينهم، يعني في حاجات زي كده بتتباع اسمها بلاتين في محلات الذهب. هل انت دلوقتي لو جبتي اللي هو البلاتين او الذهب الابيض، الذهب الابيض ده لو كنت شفتيه والله العظيم ما هتعرفي تفرقي ما بينه وبين اي اكسسوار. الذهب الابيض مهما تشوفيه مش هتعرفي تفرقي بينه وبين اي اكسسوار. يعني مثلا الاكسسوارات دي كده انت هتشوفيها هتلاقي زيها، يعني بديل بالظبط ليها في محلات الذهب. اسألي بس كده على البلاتين او الذهب الابيض، هتلاقي نفس الاشكال دي، يعني ويمكن دي اشيك كمان وهتحسي باللمعة فيها اكتر. بس المهم ان انت تحافظي عليها. لما تحافظي على البلاتين او الذهب الابيض هتلاقيه ده زيه بالظبط. لما تحافظي عليه هتلاقيه زي البلاتين والذهب الابيض بالظبط. شوفي، لما مثلا تجيبي خاتم زي ده، هل انت دلوقتي يعني عارفة تفرقي بين اذا كان ذهب ولا ان هو اكسسوار؟ هتحسي ان هو الفرق مش كبير، هتلاقي الفرق مش كبير. بس بصراحة شكله شيك جدا وجميل واحلى والله العظيم من الذهب كمان. علشان بنات كتير جدا عماله تقول احنا كنا بنحب نشتري ذهب. كان زمان ايام ما كانت الحاجه رخيصه ماشي، لكن دلوقتي حتى لو جبتي مش هتكسبي فيه. حتى لو جبتي انت الاحسن ليكي ان انت تجيبي الحاجات دي. لما يبقى عندك اكسسوارات مثلا زي دي، اسالي كده بتاع الذهب مثلا عند الدبل اللي هي الايطالي، هتلاقي ساعات نازله زي دي كده. دي اكسسوارات عاديه خالص، ولا هي ايطالي ولا هي اي حاجه. هي يعني ما اقولكيش حتى اسعارها قليله جدا. حتى دي بقالها سنين سنين كتير جدا، يعني كانت رخيصة برخص التراب. والحاجات دي يعني عندنا مثلا لو شفت في محلات الفضة هتلاقي اختها بالظبط بالظبط. والله انا سألت عليها كانت في المحلات الفضة. مقربل دي، هي دي طبعا مش فضة، دي عادية خالص. كانت بيقول ب800 جنيه وب1000 وب1000 ونص، اللي هي الفضة. الفضة بتبقى قطعة كده خلاص، انما دي اكسسوارات عادية خالص. مجرد ما انت تشتريها وتلبسيها هتحس يعني في ايدك اشياء كتير جدا من اي دهب تاني. يغلى بقى ما يغلاش مش هيفرق معاكي. ليه؟ لان انت عندك اكسسوارات جميلة جدا اهي. وهوريكم دلوقتي حبة صور كده للحاجات ومنشورات برضو، لان الناس كلها مبقاش حتى سبحان الله في الغلا برضو بيقلبوه بنكت وبيحسسوكي ان هي حاجة عادية. سبحان الله الشعب المصري دايما كده، اي حاجة يعني يبقوا زعلانين ويعملوها لك على هيئة نكتة ان هي حاجة عادية، وهي مش حاجة عادية ولا حاجة. بس هنعمل ايه؟ لازم تحاولي تجددي، حاولي تغيري. في بنات كتير جدا بتحب الفيديوهات بتاعت الاكسسوارات دي، انا عملتها عشان هما بيحبوها وكتير بيطلبوها. الخاتم ده على فكرة انت بتدوقيه وتوسعيه. في الذهب قليل لو لقيتي حاجة ان انت تدوقيها او توسعيها خلاص، فانت تقدري تتحكمي فيه عشان تشوفي مثلا هيجي على قد ايدك ولا لأ، وهكذا. والله اشكال منه كتيرة جدا وحاجات مش غالية خالص. وكتير قوي بياخدوا مثلا واحدة بتشتغل او حاجة بتاخد قبضها. والله في بنات كتير اعرفهم جدا صحاب ليا اول حاجة بيجيبوها هي الاكسسوارات دي. تقول لي وفي ناس هواية عندها يجيبوا الذهب الصيني. في ناس هواية عندها كده اول ما تاخد مرتبها تروح تجيب لها شوية ذهب صيني وتتشيك بيهم. بس في الزمن ده ما انصحكيش، لان هو ما بقاش في فرق بينه وبين الذهب العادي. فيعني ما تبقيش ماشيه بقى فرحانه ان انت لابسه 5 6 7 غوايش
وهم اساسا مش ذهب، وتجيبي لنفسك القرف على الفاضي. يعني ده لان في واحده اساسا صاحبتي انا عارفاها، اذا انا بتتفرج على الفيديو، هي من الناس اللي عشاق الذهب الصيني ده كده. اي نعم بيبقى جميل في ايدها وتحس ان هي لابسه حاجه قيمه جدا، بس الذهب الاصلي في قيمته. تعالوا مع بعض بقى هوريكم الصور والبوستات اللي هتعجبكم ان شاء الله. يلا ندخل بقى على اول صورة. الحمد لله حلينا اللغز. الذهب بينزل لفوق، مفهومة طبعا، بينزل لفوق، هو فعلا بينزل لفوق. الناس كلها عمالة تقول هينزل هينزل هينزل، ما شاء الله نزل لفوق فوق فوق فوق. لو خش بقى على البوست التاني، لو عندك وديعة في الفريزر، فراخ لحمة سمك، ما تفكهاش دلوقتي وسيبها لرمضان، اسمع مني قلبي عليك. هو فعلا معاكوا حق، الفراخ والسمك دلوقتي بقوا من الودايع اللي احسن مليون مرة من الذهب. هو ده اللي هنعمله وهناخد بالنصيحة ان شاء الله. البوست ده، الذهب شايلاه فين يا أمينة؟ اسمي الست أمينة يا سيد، وما تجيب زاهي حواس ينقب عليه مش هيلاقيه يا سيد. يعني خلاص هي عنته واستحالة هتطلعه تاني، ده بقى من الكنوز دلوقتي، لازم تحافظ عليه. دي بقى احلى بوست شفته في حياتي. شايفين الدهب قد ايه؟ كتير كتير كتير. خدت تحويشة عمري وجبت بيها دهب، ما شاء الله. تحويشة عمرك كانت كبيرة جدا. هو كله دلوقتي مش هيجيب الا الحتة الصغننة دي على فكرة، مش انت لوحدك. ايوه هاتلي بقى اللي عمالة بتسأل بكام بكام دي وعمرها ما اشترت. اكيد كلنا عارفين اللي احنا منشنين عليها بالنبلة دي، لان هي موجودة دايما في كل الجروبات وفي كل البوستات كلها. لازم تلاقي واحدة تقولك بكام بكام بكام، ومفيش حد بيشتري. بس ان شاء الله هيجيلها ساعة وهتشتري، انا واثقة، شايفاكي. بيعجبني ثقتها بنفسها وهي بتشتري. الشنطة دي على فكرة كانت زمان حتى فيلم قديم يعني. استحالة دلوقتي واحدة تدخل بشنطة ديت عشان تجيب اي حاجة دلوقتي، دهب او غيره. حتى شايفين الثقة بتاعته، ثقة بصراحة. يعني شفتها هي داخلة بالشنطة دي، بس ما كانتش عاملاها كده، كانت حطها في الكروكس الصغنن ده. والله غنينا ليه ولعبناه شيك على العالي وشيك على الواطي، وجبنا له حبوب منومة، وحبسنا التجار ومنعنا الأسعار، ومسكنا الكفار إنه ينزل. مفيش منطق. ما تنطق يا ابني، مين اللي بيرفع أسعار الذهب؟ لحد دلوقتي محدش عارف. وعلى فكرة الأسعار في مصر أكتر بكتير من أي حتة تانية، الله المستعان. موضوع أنهم اكتشفوا منجم ذهب جديد بيفكرني بالحاج عبد الغفور لما طلع إشاعة في الوكالة إنه اكتشف كنز. يا سلام، الناس كتير سمعت الموضوع ده، بس أكيد مش حقيقي يعني. هو أنا ممكن أجيب لك خاتم فضة وغوشة فضة وسلسلة فضة بدل الذهب يا سكينة؟ ليه؟ هو أنا واخدة المركز التاني يا عبد العال؟ لا طبعا، ده إلا سكينة واخدة طبعا المركز الأول في كل حاجة. لازم تجيب لها دهب، دهب ودهب أصلي كمان، مش دهب فضة يا عبد العال. خلينا نشوف البوست اللي بعده. مش مصري، فستان ذهب كامل، العروسة ضايجة، هاي شتريد من ربها بعد. يعني خلاص لابسة دهب، فستان معمول من الدهب، هتعوز ايه تاني يا رب؟ هتعوز ايه؟ هتعوز الستر وراحة البال. مش تقول ربع ونص وحتى كيلو، لا ده فستان كامل اهو. اكيد دول مش في مصر طبعا، يعني ده حاجة معروفة، ده فستان معمول من الدهب، حتى التاج دهب. على العموم يا رب يكون الفيديو عجبكم والبوستات تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو لو كان عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة. ربنا يرزقنا القناعة والرضا دايما يا رب. ونورتوني جدا، ومع الف سلامة، باي باي.